السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيبتي الغاليات. واش راكم بالله ان شاء الله كما تكونوا ملاح. البنات اليوم جبت لكم وصفه جديده. اليوم جبت لكم شباح السفره. البنات جبت لكم بشكل جديد. درته لكم على شكل حبه اناناس. البنات شوفوا لي هذاك الشكل شحال جباب، شكل راقي جدا بزاف هايل. على بالكم بلي رمضان راهو قريب ورانا مع تحضيرات رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فقيدين ولا مفقودين. جبت لكم هذه الوصفه البنات اللي حبت ديرها كمشروع. جبت لكم جميع النصائح باش تنجحوا في الوصفه، واللي حبت تحضرها رمضان ان شاء الله. البنات قسمت لكم حبه منها تخرج روعه، فيها واحد البنه البنات ما شاء الله. شوفوا لي قسمت لكم حبه منها تخرج ما شاء الله. نبداو بسم الله في الوصفه. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا جبت ريسيبيون البنات نستعمل 3 كيلات لوز بودر، لازم يكون مطحون بودره كيما الفارينه. درت معاها لافاني، درت كاس ناقص اصبعين سكر عادي. نخلطوا هذوك المقادير مع بعض هكذا البنات، ومن بعد نلموهم بالبيض. انا جبت حبه بيض خلطتها بالشوكه، ومن بعد نديرها غير بالعقل. شوفوا نتوما هذيك الحبه تاع البيض انا درت كميه قليله، يسمى ندير غير قليل من ديك الحبه تاع البيض هكذا حتى تولي لكم عجينه طريه. ردوا بالكم اجروا العجينه، لازم تكون لكم عجينه برك متماسكه تحبسوا. هذا مكان عمليه بزاف سهله. هذا شبح الصفرة بزاف ساهل وبزاف بنين، والشكل تاعو راقي جدا. تصنعي هكذا حبات تحطيهم في رمضان كي يجولك ضياف تحطيهم بالطبع هكذا، ولا تحطيهم في اول يوم من رمضان. البنات نخليها تريح، نخلوها تريح على الاقل ساعتين، ولا بيتوها من الافضل تبيتوها. دوكا نبداو نديرو الحشو. هنا درت 2 كيلات لوز مطحون، ودرت معاهم كيلة جوز، درت كيلة ناقصه اصبعين سكر عادي. البنات حبيت هذا الحشو باللوز والجوز يخرج روعه البنات، واحد البنه فيه ما شاء الله. ومن بعد تخلطوا كامل المقادير مع بعض، السكر مع اللوز مع الجوز. انا قلت لكم درت 2 كيلات لوز مع كيلة جوز، كيلة ناقصه اصبعين سكر عادي. وعاودت طحنته في الاشواط، طحنت هذاك السكر مع اللوز والجوز. ومن بعد عاودت هنايا درت ملعقه صغيره كامل مع ماشي معمره تاع مرقاري. ومن بعد لميت بالبيض، حبه بيض خلطتها بالشوكه ونلم فيها غير بالعقل. لا ردوا بالكم تجروا العجينه حتى تولينا عجينه متماسكه. رانا نضموا فيها ورانا نعجنوا فيها او ميم طون، ومن بعد تخلوها تريح. شوفوا ديروا الحشو خلوه يريح على الاقل ساعتين ولا بيتوه، وديروا فين عجينه اللوز تريح. بعد ما ريحت لي البنات هنا درتهم كويرات وزنتهم. عجينه اللوز وزنتها 50 غرام، الحشو وزنته 20 غرام. انا درت حبه كبار البنات هكذا باش نحط غير حبه في التبسيط تكفيكم. هذا مكان البنات للأمانة. شوفوا شيت 20,000 لوز جاني 3 حبات وبقات لي واحدة صغيرة. أه والحشو كان عندي شوية لوز شوية جوز درتو لكم به. فتحت ديك العجينة تاع اللوز كيما راكم تشوفوا، درت في وسط هذاك الحبة تاع الحشو. نتوما سا ديبون، حبيتو حبة كبيرة حبيتو حبة تزيدو تصغروا، تقدروا تزيدو تصغروا، تقدروا تلحقوا حتى 40 غرام عجينة اللوز، وتقدروا تصغروا في الحشو كيما تحبوا. انا حبيت حبات كبار جاوني حبات ما شاء الله. ومن بعد البنات تكملوهم كامل تشكلوهم على شكل كويرات، ومن بعد نبداو نشكلو في الحبة تاع الاناناس هكذا. انا شكلتهم كامل، ومن بعد دوكا نمدلها في الشكل تاع الحبه تاع الاناناس. هاي ليك شوفوا كيف شكلتها البنات. فيما يخص سعر البيع حسبي البنات حسبي ثمن السلعه، الضرب في 2 تساوي ثمن البيع. هي نورمالمون تتباع من 22,000 وطلع. عبالكم السلعه راهي تطلع وتهبط، المكسرات راهم اشاك فيطلعوا. يسمى سا ديبون كل مره لو بري تاع اللوز كيفاش يكون، لو بري تاع سعر البندق كيفاش يكون. باسكو راني حندلها كامل البندق صاير داير، وندلها البيستاش من الفوق. انا البندق حكمته البنات شريته قسمته على زوج. دوك نوريكم كيف قسمتوها وليك الشكل تاع الحبه تاع اناناس اللي درتو. نورمالمون شفتوا الشكل كيف درتو. من بعد حكمت بياض البيض بين نسيت كاع الحبه بياض البيض. دوكا نبدا ندير في البندق هكا صاير داير كيما قلت لكم. شريت بندق قسمته على زوج هكذا. انا شريت قد 20,000 بندق درت وبقالي. ديرو كامل هكا صاير داير،
وسعر البندق أنا شريتو يتباع 200,000 الكيلو، أو سعر اللوز بودغ سبتو 165,000. كما قلت لكم ça dépend على حسب سعر المكسرات تحسبوا سعر الحبة، باسكو على بالكم شتو عجينة اللوز درناها 50 غرام، الشوفان لوز وجوز، زيدي البندق من الفوق، زيدي البيستاش ثاني، بندق صاير داير، زيدي البيستاش حبة بزاف مكلفة. البنات كاين انا كنت ندير الحشو، تقدري ديري حاجه تحكمي مادلان ولا جينواز واش عندك، طحنيها ومن بعد تخلطي معها مكسرات، طميها بالشوكولا تختيني ولا ديري لها كراميل وشوكولا تختيني وتلميها بها. انا ما عجبتنيش الحشو هكذاك، ما عجبنيش بزاف، حب كي درتو الحشو بهكذا باللوز والجوز عجبني افضل من كي ديريه بالحشو هذاك اللي تطميه بشوكولا تختيني. والاختيار يقعد ليكم، حبيتي طميه بشوكولا تختيني وديري جينواز ولا مادلين، حبيتي ديري كيما درت انا، درت لك الاختيار. البنات شوفوا كيفاش راني ندير، حبه قدام حبه، حبه قدام حبه، ودرنا بياض البيض باش يلصق لي داك البندق اللي درتو. المهم راكم تشوفوا، ما سرحت لكمش لا فيديو هنايا، دي فوا كنت نطلع في الحبه ومن بعد دوكا عاودت هبطها باش تشوفوا. المهم كلش راهو باين، حبه قدام حبه هكذا. ومن بعد اللي تبقى لي هذيك الجهه الفوقانيه هذيك نديرها بيستاش. بيستاش انا حكمت حبه بيستاش، شلون من البيستاش اللي يكون شباب، وقسموها على 4 ولا قسموها على 2، لاصتو الحبه صغيره قسموها على 2. انا حبات قسمتهم على 4 وحبات قسمتهم على 2. هاهم لك، شوف كاين حبات قسمتهم على 4، حبات قسمتهم على 2، ومن بعد تبداو ترشقوا فيهم هذاك البيستاش هكذا. شوفوا كيفاش راني نرشق باش نمدوا الشكل الحقيقي تاع حبه الاناناس، هذيك الشكل تاعها من الفوق هكذا البنات. والبنات هذا الطبق تاع طاجين حلو ديريه في اول يوم من رمضان، ديريه تفرحي بها ضياف، كي يجولك ضياف ديري حاجه بزاف خيزونطاب، اللي عندها عرضه ولا عندها ديري هذا الطبق بزاف هايل، بزاف بريستيج، والبنه تاعو روعه، البنات يخرج بزاف بنين. ومن بعد ندير لكم شبح السفره العادي اللي نديروه بشكل قلب وشكل هلال وكامل. انتظروني في الايام القادمه ان شاء الله، ندير لكم هذوك الاشكال، نقول لكم كيفاش ديروه كيفاش طيبوه باش ما يفتح لكمش في المقله. بون هذا الموديل اللي درته لكم ما نطيبوش في المقله، نطيبوه في الكوشه. انا خليته بات باه شد لي الشكل ديالو، ولا تقدروا تخلوه على الاقل ساعتين ومن بعد طيبوه على درجه حراره 180 درجه، من 5 دقائق تنحيه، غير تشوفي حمار لك من تحت تنحيه. هذا ما كان. جبت لكم مقتطفات عن طاجين حلو البنات. هنايا درت كيلو سكر، هنا عندي كيلو سكر، كيلو فواكه جافه. شوفوا البنات نديروا كيلو سكر مع 2 كيلات ماء البنات، ونبدل لكم طاجين حلو بالتفصيل البنات، باسكو كنت صورت لكم طاجين حلو بالتفصيل ومن بعد تفاصاولي بزاف مقاطع، تمحاولي بزاف مقاطع، سي بوغ سا لي قلت ما نعاود لكم الوصفه. هنا درت قلت لكم كيلو سكر مع 2 كيلات ماء، ملعقه ماء الزهر، عود قرفه، وها ملعقه زبده ولا مرق. البنات نديروه يغلي، هذا الخليط نديروه يغلي تاع السكر والماء حوالي 10 دقائق، ومن بعد باش نديرو له المشماش تكونوا درتوه في الماء يكون مغلي، حطوه في الماء يكون مغلي ومن بعد تنحوه، بعد تحطوه في السيرو يطيب لكم حتى يعقد لكم هذاك السيرو. بعد تحطوا البرقوقه في الاخر، البرقوقه البنات ديروا لها الماء يكون سخون واحد 3 مرات وانتم تبدلوا لها في الماء، ومن بعد نحطوها في الاخر ونطفوا النار. ودرت واحد الفنجان تاع الماء الزهر البنات، هاوليك الحبه تاع الاناناس شوفوا كيفاش طابت. هذا هي كيفاش تطيب البنات. ومن بعد ما تعسلوهاش كي تجوا حتقدموها باش تعسلوها، هنا عسلتها بحسيله ولا
ولا تقدروا تعسلوها بهذاك السيرو تاع الحمل حلو. انا شوفوا كيفاش الطريقه تاعي كيفاش نخبيهم، درتهم في هادو لي بواط ونخبيهم. كي نحب نجبد بالحب. البنات نجبد بالحبه نعسلها من بعد نحطها في الطاجين الحلو. هاي ليك شوفوا الشكل تاعها كيفاش خرج بزاف جميل. خرجت بنه البنات، تخرج روعه من البنات. ما تنسونيش كومنتير شباب كيما نتوما، لايك للفيديو، اشتراك في القناه. سلام.